ابنك بياكل ساندوتش جبنة أو موزة قبل التمرين وفاكر إنه كده جاهز، الحقيقة إن أغلب اللي أولادنا بياكلوه قبل التمرين بيخليهم يتعبوا أسرع. المشكلة مش في الأكل، المشكلة في التوقيت ونوع الكربوهيدرات. لو أكلت ابنك كربوهيدرات بسيطة زي سكر أو العصاير قبل التمرين مباشرة، سكر الدم هيعلى وبعدين يقع فجأة أو هيحصل له كراش، وده طبعا هيخلي العضلة تفقد طاقتها في نص التمرين. الحل كربوهيدرات معقدة قبل التمرين بساعتين، زي ايه؟ زي شوفان بالحليب او قطعة توست بني بزبدة الفول السوداني. الاكل ده بيمد ابنك بطاقة بطيئة هتخليه يكمل التمرين بنفس القوة من اول دقيقة لاخر دقيقة. الفرق بين البطل واللاعب العادي تفاصيل صغيرة في التغذية. انا كابتن محمد زكريا، ودي كانت حلقة رقم 3 في سلسلة اسأل الكابتن. سلام.